بشرى سارة ل11 مليون صاحب معاش. قبل رمضان تعرف على موعد زيادة ال15% الجديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد أعزائي متابعين قناتنا الكرام. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد. وقبل البدء بفكركم وبفكر نفسي بالصلاة على سيدنا محمد، ودي حسنة مجانية ما تحرموش نفسكم منها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وإليكم أهم الأنباء. كشفت مصادر في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن أن صرف زيادة المعاشات الجديدة 2024 والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة 15% إلى 11.5 مليون صاحب معاش سيتم صرفها في الأول من مارس مع معاش شهر مارس، وقبل موعد صرف زيادة المرتبات للموظفين ب20 يوما. إذن يتم صرف مرتبات الموظفين بالزيادة الجديدة يوم 21 مارس 2024 وفقا لبيان رسمي من وزارة المالية. وأضافت مصادر في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في تصريحات خاصة أن لا يوجد أي تبكير في موعد صرف زيادة المعاشات كما يشاع على موقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن ما أقره مجلس النواب هو تبكير لموعد استحقاق العلاوات في شهر مارس بدلا من شهر يوليو، وليس تبكير موعد الصرف نفسه الذي سيكون يوم 1 مارس، كما هو موضحا أن التبكير يشمل صرف الزيادة لمدة 4 أشهر قبل موعدها الرسمي وفي يوليو وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تخفيفا عن المواطنين. وأوضح المصدر أن تبكير موعد صرف المعاشات من اختصاص رئيس الجمهورية وفقا لما يقرره القانون بضرورة صدور قرار من الرئيس لتبكير موعد الصرف عن يوم 1 من كل شهر، لافتنا إلى صدور القرار مرة واحدة فقط من قبل وتحديد في عام 2020، حيث أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي تبكير موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2020 لجميع أصحاب المعاشات، والذي تم صرفه يوم الخميس 23 يوليو قبل عيد الأضحى المبارك تيسرا على أصحاب المعاشات. تعرف على كيفية احتساب الزيادة. نزول جدول زيادة معاشات المتقاعدين زيادة في المعاشات الشهر القادم. تعرف معنا الآن. وننتقل إلى خبرنا التالي. حديد عز بكام النهاردة؟ تعرف على أسعار الحديد في مصر اليوم. أسعار الحديد في مصر اليوم تسارعت معدلات البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يتابع الكثيرون أسعار الحديد في مصر لمعرفة مدى التغيرات التي تقع على الأسعار، وذلك بعدما أعلنت الكثير من الشركات المصرية خفض أسعارها بصورة كبيرة بعد انخفاض سعر الدولار وتأثيره على أسعار خام البلايد. أسعار الحديد يرغب في معرفتها عدد كبير من راغبي البناء وأصحاب المقاولات والأعمال والراغبين في استكمال منازلهم وشركاتهم، وهو ما جعل موقعنا يستعرض في السطور التالية أسعار الحديد اليوم في مصر للمستهلك. سعر حديد عز سجل اليوم 49,921 جنيه من أرض المصنع بالضريبة 14% على أن يصل للمستهلك بسعر 53,693 جنيه للطن. وجاءت أسعار الحديد في باقي الشركات المصرية لتسجل سعر طن الحديد الاستثماري سجل 53,952 جنيه، حيث تراجع بقيمة 240 جنيه للطن. وسجل طن حديد الجرحي 50,000 جنيه، وسعر طن حديد السويسي 53,000 جنيه، وسعر طن حديد المراكبي 49,000 جنيه، وسعر طن حديد بشاي 53,000 جنيه، وسعر طن حديد العشري 50,000 جنيه، وسعر طن حديد المصريين 53,000 جنيه. والمعروف للجميع أن أسعار الحديد تختلف ما بين مصنع وآخر بعد إضافة مصاريف النقل والشحن، وغالبا ما ترتفع بقيمة من 1000 إلى 2000 جنيه. وعن أسعار الأسمنت اليوم. جاءت أسعار الأسمنت اليوم في الأسواق المصري كالتالي. استقر سعر طن الأسمنت المسلح اليوم ليسجل 2130 جنيه، واستقر سعر طن أسمنت النصر ليسجل اليوم 2090 جنيه، واستقر سعر طن أسمنت وادي النيل ليسجل 2095 جنيه، واستقر سعر أسمنت المعلم ليسجل 2085 جنيه، واستقر سعر أسمنت المخصوص ليسجل 2130 جنيه، واستقر سعر أسمنت السويس ليسجل 2135 جنيه، واستقر سعر أسمنت السويس ليسجل 2295 جنيه، واستقر سعر أسمنت حلوان ليسجل 2125 جنيه.
أسعار الثلاجات تصل إلى 200 ألف جنيه في الأسواق. وشعبة الأجهزة الكهربائية غصب عننا. تعرف على التفاصيل. قال جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية أن السوق المحلي في حالة تغير مستمر، والمتحكم في أسعار الأجهزة هو سوق العرض والطلب، موضحا أن الأجهزة الكهربائية تنقسم إلى قسمين هما الرفيع والسلع الأساسية والتي ارتفعت أسعارها بنسبة تتراوح من 200 إلى 250% مقارنة بالأسعار في شهر مارس 2022. وأضاف زكريا في تصريحات تلفزيونية أن هناك الكثير من الأجهزة الكهربائية في الأسواق وتغطي احتياجات المواطنين، معلقا فيها مشكلة في الاستيراد الخارجي والسوق المحلي مفتوح. وتابع العريس والعروسة لما بيجوا عشان يشتروا أجهزة كهربائية ويعرفوا الأسعار الجديدة بيجيلهم صدمة وحالة ذهول ومش مصدقين الأسعار، لكن ده غصب عننا كتجار وملناش ذنب فيه، لأن مصاريف الشحن تضاعفت بنحو 3 مرات نتيجة الأحداث في البحر الأحمر وتوقف عمليات الشحن نتيجة الهجمات المضادة على السفن التجارية. واستكمل لا يوجد منزل يخلو من الأجهزة الكهربائية والرفايع والأدوات المنزلية فلا يمكن الاستغناء عنها داخل كل منزل. وبعض الرفايع سعرها ارتفع 200% إلى 250% في آخر سنتين مثل الخلاطات وغيرها. أما الأجهزة الأخرى فشهدت ارتفاعا أيضا كالثلاجات، وفيه أنواع منها وصل أسعارها إلى 200 ألف جنيه للثلاجة الواحدة. وفي وقت سابق علق المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية على ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية وموعد استجابته لتراجع الأسعار على أثر تراجع سعر الدولار في السوق السوداء. وأضاف مبروك عندما يحدث تراجع في أسعار الصرف يحدث ثبات واستقرار الأسعار، ولا يوجد أي جهاز في مصر خاماته المستخدمة محلية بنسبة 100%، وجزء كبير مستورد يعتمد على تدبير الدولار. وأكمل نحن لا نرفع الأسعار في الأساس، والأسعار الموجودة في السوق المبالغ فيه يفعل التجار وليس المنتجين، وبعض التجار حصلوا على السلع بأسعار قديمة ويبيعونها بأسعار مرتفعة. أما هامش ربح المصانع قليل وليس من مصلحتنا زيادة السعر لأن المواطن لا يشتري. وننتقل إلى خبرنا التالي. شكلها هتعود. شريهان تثير الجدل في أحدث ظهور لها بفستان أحمر على مكنة خياطة. تعرف الآن. حرصت الفنانة شريهان على مشاركة جمهورها بإطلالة جديدة لها احتفالا بمناسبة عيد الحب. نشرت شريهان اليوم صورة جديدة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، وظهرت مرتدية بفستان لونه أحمر وتجلس أمام مكنة الخياطة. انتشرت الفترة الماضية أخبار عن عودة الفنانة شريهان من جديد إلى الفوازير بعد غياب 20 عاما، ومن المتوقع أن يكون العمل الجديد هو مسرحية، حيث أشار مدحت العدلي في تصريحات أن هناك مجموعة مسرحيات ما زالوا في طور الأفكار ويستعد لهم مع الفنانة شريهان التي اختارت العودة للأضواء من جديد 2021 بعد غياب 19 عاما بسبب الحادثة التي تعرضت لها، ويتمنوا أن يكون العمل قوي ويتكرر نجاح مسرحي كوكو شنايل الجديد، بالذكر أن مسرحية كوكو شنايل هي أحدث أعمال شريهان الفنية والتي تم عرضها على منصة شاهد بشكل حصري وذلك عام 2021. وشارك في بطولة المسرحية كل من هاني عادل، إنجي وجدان، حنان يوسف، أيمن القيسوني، سمير مرسي، تامر حبيب، أسماء سليمان، داليا شوقي، آسر ياسين، كمال أدهم، سليم سليمان. والمسرحية من تأليف مدحت العدل، وشاركت في الكتابة محمود زهران وجورج عزمي، ومن إخراج هادي البابوري. ونشكركم على حسن استماعكم، ولكم منا كل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.